صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. النهارده معانا موبايل من الموبايلات المشهوره جدا من شركه اوبو اللي الناس بتستناها من السنه للسنه، او بمعنى الاصح كل 6 شهور، لان يعني الموبايل بينزل كل 6 شهور. اكيد انا بتكلم على سلسله الرينو من شركه اوبو. السلسله ديت كل سنه او كل 6 شهور بقى زي ما قلنا بيكون ليها جمهور معين على النت بيقول كلام، وجمهور تاني في السوق من الناس اللي كانوا ماسكين الرينو عموما او السلسله بتاعه الرينو بيقولوا كلام تاني خالص. فالنهارده معانا الاوبو رينو 6، هنعمل له ريفيو هقول لكم رايي فيه. تقريبا بقالي اسبوع بجربه، فديت ريفيو الكامله بتاعه الموبايل. برضه هيكون في تجربه العاب كامله للموبايل دوت، بس فاستنوا الفيديو دوت قريب جدا. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه لو انت متحمس للفيديو دوت. خلينا كده نبدا باول حاجه لان انا متحمس جدا للريفيو ديت، وهي التصميم بتاع الموبايل. لما تيجي تبص على الديزاين اللي اسمه الرينو جلو هتحس ان انت شفته قبل كده في حته. تصميم مألوف جدا لعينك، شفناه قبل كده من شركه اوبو، ولكن هو تصميم من البلاستيك المستنفر. والناس اللي عارفاني عارفه ان انا بحب اي حاجه مستنفره، ازاز بلاستيك ما يبقاش عندي عليها اي مانع. فهو تصميم كويس جدا، خصوصا ان اي حد بيشتري موبايل جديد مش بيبقى فارق معاه التصميم دوت اتعمل قبل كده ولا لا، المهم التصميم دوت حلو ولا لا. فانا التصميم ما عنديش عليه اي مشكله. تصميم من البلاستيك، الوان كده داخله في بعض، ما تقدرش تحكم تقول الموبايل دوت مثلا لونه لبني ولا ابيض، لان كل حاله يعني اضاءه مختلفه هيكون فيها شكل مختلف للموبايل دوت. الديزاين بتاعه بحبه جدا بصراحه كل سنه. يمكن لو في اختلاف هيكون في مربع الكاميرات اللي السنه دي في كاميرا اللي هي الكاميرا الرابعه مربوطه بالفلاش كده بزي اسطوانه من الازاز الاسود، برضو مديه شكل لطيف للاوبو رينو 6. وكعاده اوبو في الموبايلات بتاعتها ففي اهتمام بالتفاصيل، زي مثلا الزرار بتاع الباور فيه الخط الاخضر دوت اللي اتعودنا عليه في سلسله الرينو. من الناحيه الشمال عندنا اماكن بتاعه تعليه الصوت والتوطيه، وبرضو عندنا المكان اللي بتحط فيه الخطوط والذاكره الخارجيه. الموبايل دوت بيشيل لغايه خطين. وبالنسبه للشبكات فانا ما واجهتش اي مشكله في سلسله الرينو عموما بالنسبه للشبكات، وبرضو في الرينو 6 ما كانش عندي اي مشكله بالنسبه للشبكه بتاعه الموبايل. من تحت عندنا مدخل اليو اس بي تايب سي اللي بيتشحن من الموبايل، وعندنا الحمد لله مدخل سماعات، وعندنا سماعه وحيده مونو. السماعه صوتها حلو وصوتها عالي ونقي، ولكن كنت اتمنى وكنت عشمان شويه ان انا اشوف سماعه ستيريو في الرينو 6، فاني السماعه بتاعه المكالمات اللي فوق تقلب كمان سماعه فيبقى عندك سماعتين ستيريو، ولكن اللي انت بتاخده في الموبايل دوت هو سماعه وحيده من تحت مونو. صوتها كويس جدا، ولكن كعاده اي سماعه وحيده ممكن تتكتم وانت مثلا بتلعب لو انت حطيت ايدك عليها او هكذا، ولكن هو صوتها كويس جدا وعالي والنقاء بتاعه كويس. بنتكلم عن الشاشه، فاحنا عندنا هنا شاشه قويه جدا بتيجي بهول بانش كده، او اللي هي كاميرا موجوده في اقصى الشمال، وديت حاجه متعودين عليها برده من اوبو. الشاشه من نوع اموليد بدقه فول اتش دي بتردد 90 هرتز، فهي شاشه مناسبه جدا لاي حد مثلا عايز يتفرج على محتوى، على افلام، او في نفس الوقت اي حد جيمر فمحتاج تردد شاشه سريع. فالشاشه هنا بتدعم ال 90 هرتز، مع اني انا كجورج بحس ان انا بستفيد اكتر من تردد الشاشه السريع في التنقل في الموبايل كده، واللي انا اتنقل من فيسبوك لانستجرام للي انا عامل سكرولنج عادي في الموبايل. بحس اني انا بحس فعلا بتردد الشاشه السريع في الحته ديت اكتر من الالعاب. الشاشه بما ان هي اموليد فهي الوانها كويسه جدا، اللون الاسود اللي فيها يعني ممتاز، بيبان فعلا اسود. وبما ان برضو الشاشه اموليد فاحنا عندنا هنا اولويز اون ديسبلاي، لو الموبايل مقفول ممكن تبان الساعه بتاعتك، وفي اشكال كتير ممكن تختار منها. برضو كالعاده عندنا بصمه في الشاشه، بصمه لطيفه بتشتغل بسرعه مش بتعلق، وطبعا برضو دوت يرجع لان الشاشه المستخدمه هنا هي نوعها اموليد. ما عنديش اي تعليق عن الشاشه بصراحه، شاشه لطيفه جدا كالوان وكتردد شاشه وككل حاجه، حتى البرايتنس بتاعتها معقوله جدا وانت بره البيت، فما عنديش اي تعليق سلبي عن الشاشه بصراحه. بالنسبه للاداء بتاع الموبايل فانا حابب اعمل فيديو نتكلم فيه على تجربه الالعاب، يعني كامله، تكون تجربه كامله للالعاب على الاوبو رينو 6. فيعني استنوا الفيديو دوت هتعرفوا اكتر لو انت مهتم بالالعاب، الالعاب بتشتغل ازاي. لكن ده ما يمنعش ان احنا نتكلم شويه برضو عن الاداء. الاوبو رينو 6 بيجي بمعالج سناب دراجون 720، معالج شفناه في اكتر من موبايل قبل كده، مع 8 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت مساحه تخزين داخليه. طبعا الكلام دوت كله بيشتغل مع واجهه اوبو الكالر او اس، واجهه لطيفه جدا، واجهه مستقره فيها مميزات كده على خفيف، وفي نفس الوقت ما بتهنكش كتير. انا عن نفسي بستلطفها جدا الواجهه ديت. ومن تجربتي للموبايل دوت في حته الاداء، فالموبايل اداؤه معقول جدا بالنسبه للالعاب. ممكن تلعب عليه بابجي، كول اوف ديوتي، لعبه بابجي بيشغلها مثلا على اعدادات
اتش دي وهاي، ولعبه كول اوف ديوتي بيشغلها تقريبا على فيري هاي، والفريم ريت يكون او الجرافيكس تكون هاي، او ممكن تشغل الجرافيكس نفسها على هاي والفريم ريت على فيري هاي. يعني اعدادات مقبوله جدا كالعاب، لكن كتجربه العاب نفسها فالالعاب مستقره، مفيش سخونه كتير في الموبايل من ظهر، يعني السخونه الطبيعيه اللي موجوده في اي موبايل. الالعاب نفسها ما بتعلقش كتير، فهي تجربه العاب مقبوله. ولكن لما نيجي لتجربه بقى التصفح مثلا من فيسبوك لانستجرام، الشغل الخفيف فئه كبيره من الشباب بتكون جايبه موبايلاتها عشان تلعب عليها، ولكن برضو بيكون في فئه تانية جايبه موبايلها عشان تفتح فيسبوك، عشان تفتح انستجرام للتصفح عامه، مثلا تفتح جوجل كروم، تعمل براوزنج، الحاجات ديت كلها. فلو انت من الناس ديت الموبايل هيشغل معاك الكلام دوت كله بمنتهى السهوله، مش هيكون في اي مشاكل بالنسبه للاداء اليومي اللي كلنا بنعمله، خصوصا مع واجهه اوبو اللي موجوده على الموبايل ديت الكالر او اس. فالموضوع بتاع التصفح دوت بيكون يعني تجربه لذيذه جدا على الاوبو رينو 6. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم على حاجه من الحاجات برضو اللي مميزه جدا في سلسله الرينو. خلينا دلوقتي نتكلم عن الكاميرات. بالنسبه للكاميرات الخلفيه فاحنا هنا عندنا 4 كاميرات خلفيه، 4 في 3 باينين، ولكن في واحده كده مستخبيه جنب الفلاش. اول كاميرا رئيسيه هي 64 ميجا بكسل، بتيجي بفتحه عدسه 1.7، بتطلع صور ممتازه جدا، حتى في الاضاءه المظلمه بتطلع صور كويسه جدا. اكتر حاجه بتعجبني في الصور اللي طالعه من الكاميرا الرئيسيه هي الدايناميك رينج الكويس جدا، والالوان المظبوطه اللي اوبو فعلا بتعرف تظبطها كل سنه. كمان عندنا الكاميرا ال 8 ميجا بكسل ديت كاميرا وايد، كاميرا مقبوله جدا، ولكن حقيقي يعني رساله لكل شركات الموبايلات اللي في مصر، يا ريت نبدا نهتم اكتر بالكاميرا الوايد، لان هي كاميرا ليها استخدامات كتير جدا. فيعني 8 ميجا بكسل حاجه قليله شويه، ولكن لو هنقارن الموبايل دوت بالموبايلات التانية فهو برضو بيجي بنفس الكاميرا ال 8 ميجا بكسل، فدوت ما يعيبش الموبايل في حاجه. هي كاميرا لطيفه كالوان وكدايناميك رينج، ولكن ككواليتي تفتقر شويه للكواليتي زيها زي اي موبايل تاني في السوق حاليا. واخر كاميرتين عندنا هي كاميرا للعزل وكاميرا للصور الماكرو، اللي انا شايفها مش عمليه قوي بصراحه، ولكن كصور عموما الموبايل دوت هيكون لطيف جدا. الموبايل هي بيطلع لك الوان معظم الناس بتحب تشوفها في الصور، الوان لطيفه جدا. برضو بالنسبه للكاميرا السيلفي فعندنا هنا كاميرا 44 ميجا بكسل، كاميرا لطيفه جدا لاي حد بيحب يتصور سيلفي كتير. فمن الاخر الموبايل دوت بيقدم لك باكج كاميرات لطيف جدا. حتى في تصوير الفيديو عندنا هنا تصوير فيديو 4K، عندنا هنا كذا مود لتصوير الفيديو شبه تصوير الفيديو البورتريه وتصوير الفيديو الدول فيديو، انك تصور من الكاميرتين الخلفيه والاماميه في نفس الوقت. كذا ميزه كده لطيفه تؤكد لك ان الموبايل دوت موجه للناس اللي بتحب التصوير، فلو انت شخص مهتم بالكاميرات الموبايل دوت ممكن يكون مناسب ليك. بالنسبه للبطاريه فعندنا هنا بطاريه 4310 ملي امبير، بتيجي مع شاحن 50 واط، شاحن ممتاز جدا بنشوفه من زمان برضو من شركه اوبو. وانا بالنسبه لي انك تاخد بطاريه متوسطه مع شاحن سريع دوت اختيار يعني لطيف جدا. بطاريه بتكمل معاك اليوم كامل، ممكن تقعد اكتر من يوم كمان لو انت استخدامك كده خفيف على الموبايل. وكالعاده لو انت عايز تشحن موبايلك حط الموبايل في الشاحن، مفيش يعني 10 ربع ساعه هتلاقي الموبايل شحن بنسبه كبيره، ممكن تشيله من الشاحن وتكمل بيه يومك. حقيقي ميزه الشحن السريع حاجه من الحاجات اللي انا بحبها كده، بحسها الجندي المجهول في كل موبايل، لان هي ميزه بتساعد قوي والواحد ما بياخدش باله منها. الموبايل دوت جاي في مكانه قوي في السلسله بتاعه الرينو. الاوبو بتكون موجهاها للناس اللي عايزه موبايل الديزاين بتاعه شيك خفيف، الماسكه بتاعته في الايد كويس. اظن فئه كبيره من البنات بتكون محتاجه موبايل شبه دوت كده، اللي هو خفيف وشكله لطيف كده ومش تقيل في نفس الوقت. فلو انت واحد من الناس اللي بيدور اول حاجه على شياكه الموبايل، هو موبايل يبقى فعلا شكله شيك كده ويكون موبايل عملي تتصفح بيه على فيسبوك مع كاميرات كويسه، شاشه كويسه، بطاريه لطيفه وشحن سريع، فاظن الموبايل دوت ممكن يكون مناسب ليك. بالنسبه للسعر بتاع الموبايل فانا ما عنديش فكره قوي عن السعر بالظبط كام، لان الموبايل لسه ما تمش الاعلان عنه رسميا في مصر، ولكن مع نزول الفيديو دوت هيكون الموبايل خلاص تم الاعلان عنه رسميا في مصر، فهتلاقوا السعر بتاع الموبايل في اول كومنت في الكومنتات تحت. انزلوا انتوا شوفوا السعر في الكومنتات، واحب جدا اسمع رايكم انتوا كمان في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، تعمل سبسكرايب للقناه لو انت لغايه دلوقتي لسه مش عامل لنا سبسكرايب، وقولوا لي ايه الموبايلات التانية اللي تحبوا نقارنها بالرينو 6 تحت في الكومنتات. برضو لو عايز تشارك اي حاجه الكومنتات هو المكان لده. ما تنساش كمان تعمل لنا فولو على انستجرام وعلى تيك توك، عشان بننزل هناك الانبوكسنج بتاعه الموبايلات وبننزل ما خلف الكواليس. بس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا على شفتوا الفيديو يا جماعه، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.